ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى الفيديو التاني من السلسله، وهنتكلم عن الكسل والتشتت. عمرك لاحظت انك بتتعب من غير ما تعمل حاجه، وبتحس ان ملوش نفس، ومش لانه مفيش طاقه، لان مفيش اتجاه ليه اصلا؟ ويمكن تكون سالت نفسك السؤال اللي بيعذب ناس كتير قبل كده: هو انا كسول؟ بس الحقيقه والمفاجاه، انت مش كسول، انت متشتت. ويمكن اول خطوه لفهمك هي انك تبطل تقسى على نفسك. فتعالى نتكلم ونحكي شويه عن الموضوع ده. فعايزك بقى تسيب اللي في ايدك وتعمل حاجة تشربها، وما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما احنا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. سمر بنت شاطرة جدا ودايما عندها خطة، بس الفترة الأخيرة كانت كل ما تيجي تبدأ حاجة تفقد تركيزها فجأة، وتفتح كتاب وتقفل كتاب وتشغل دقيقة وتشتت ساعة، وكانت فاكرة إنها بقت كسولة. بس لما قعدت تفكر لقت إن مخها متقفل عليه 100 كتاب مفتوح، زي مقارنة وضغط وخوف من الفشل وأصوات كتيرة بتتكلم جواها في نفس اللحظة. ولما شافت السبب اكتشفت إنها مش ضعيفة، هي بس مرهقة من الداخل. والعقل الباطن بيشتغل بسيستم غريب شوية، وبياخدك دايما للحاجة الأسهل حتى لو مفيش منه فايدة، ومش لأنه غبي، لأنه عايز يحميك من الضغط. لما مهمة تبان كبيرة أو خطة تبان مرعبة، العقل ساعتها بيشدك للحاجة اللي رايحك منها قبل كده، زي السوشيال ميديا بقى، أو أكل، أو سرحان، أو أي حاجة. وده مش كسل، ده مخ بيحاول يخليك بخير بس بطريقته هو. وأهم حاجة إنك لما تقعد تفهم دماغك كويس بدل ما تهاجمها، إنك تتعامل معاها بحنان أكتر. في شاب اسمه هشام كان بيبص كل يوم على صور ناس أنجح منه، من غير ما يحس التركيز بتاعه كله راح، وبقى بيعيش حياة مش حياته. المقارنة دي بقى بتسحب الانتباه من غير ما يحس، زي اللمبة بتفضل تسحب الكهرباء كده طول اليوم. وده مش لأنه ضعيف، لأ خالص، ده لأن الإنسان بطبعه يميل يشوف نفسه من عيون غيره. ولما عينك ترجع تبص على خطتك حتى لو ببطء، الطريق ساعتها بيهدى شوية. التشتت مش حاجة نصلحها، ده ساعات تنبيه إنك محتاج تقف، مش تجري أكتر. ممكن يكون جسمك محتاج راحة، أو قلبك محتاج إنه يسكت، أو دماغك محتاجة إنها ترتب نفسها. التشتت ساعات بيقولك إن مش قادر أكمل بالطريقة دي، ولما تسمع الرسالة دي بدل ما تهرب منها، تلاقي التركيز ساعتها راجع لوحده. في الآخر أنت مش كسول، وأنت مش قليل، وأنت مش ضعيف. أنت بس محتاج تهدي صوت العالم اللي حواليك عشان تسمع صوتك أنت. ويمكن اللحظة اللي هتسترجع فيها تركيزك مش هتيجي من مجهود، لكن هتيجي من فهم. وده اللي بنعمله هنا في أنتيكا وبس كده. وهنا بنيجي لنهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. متنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. سلام.